السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى جاية لكم بطريقة حلوة جدا 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 للمفتقة المحوجة على أصولها، بقوام فظيع، بطريقة حلوة جدا جدا جدا. نكهة التحويجة فيها تبقى قوية وجميلة جدا جدا، مش خفيفة ولا مسكرة ولا كأنك بتاكلي عسل اسود سادة. اول حاجة هنا المقادير: معايا كوبايتين من الفول السوداني المتقشر تمام بتاع الحلواني، ومعايا كمان كوبايتين من السمسم المحمص، معايا 3 معالق كبار مليانين من التحويجة، وهقول لكم التحويجة دي عبارة عن ايه دلوقتي. معايا هنا كوباية من المغات، كوباية من الحلبة المطحونة، انتي ممكن تجيبيها وتطحنيها في البيت او تجيبيها مطحونة جاهز، ومعايا كوباية ونص من الدقيق الابيض، ومعايا كوباية الا ربع من الزيت. وهنا انا استخدمت كوباية الا ربع، وخلال الوصفة حاطه يعني ربع كوبايه سبير، لو هحتاجها يعني هضيفها، وانا احتجتها فانا استخدمت كده كوبايه من الزيت. تمام كده. التحويجه بقى عباره عن ايه معانا؟ التحويجه دي بتبقى عباره عن كراويه وشمر وينسون. بنحمصهم تحميصه حلوه جدا جدا على النار، بحيث انهم يسخنوا ويبدا ان هم يطلعوا كل الريحه العطريه اللي جواهم والزيوت العطريه اللي جواهم، مجرد بس ان هم يسخنوا معايا. وبعد كده هبدأ ان انا اخلطهم او اضربهم اطحنهم كويس جدا جدا في الكبة، وهاخد منهم 3 معالق كبار من التحويجة دي على 3 كيلو من العسل الاسود. اول حاجة جبت حلة، الحلة دي تكون ألمونيوم أو ستانلس، دي أفضل حاجة لتسوية المفتقة، هي الحلة الألمونيوم بجد، مش بقى جرانيت أو الحاجات دي، ولكن لو ما عندكيش مفيش أي مشكلة. حطيت الكوباية إلا ربع من الزيت، وهبدأ أنزل بيه كوبايتين السوداني الأوريدي متحمص عندنا قبل كده تمام، وهبدأ ان انا اشوح فيه تشويح حلو جدا. وبعدين هنزل عليه تاني خطوة على طول، هنزل عليه بكوبايتين سمسم متحمص تمام. احنا لو انتي حتى جبتيه ابيض من العطار لازم تحمصيه في البيت تحميصه حلوه. انا هنا بقطع في الفيديو حاجات بسيطه جدا جدا، علشان انا عايزه اوريكم كميه التشويح اللي احنا بنشوحها في المفتقه، لان اساس المفتقه هو التشويح. وبعد كده بنزل بالكوبايه ونص من الدقيق الابيض. الدقيق ده هو العامل الأساسي للربط، هو اللي بيديكي القوام الخطير في الآخر بتاع المفتقة، علشان ما تبقاش صيصة زي العسل الأسود معادي يعني. هنا لقيت ان هو محتاج الربع كوباية من الزيت، فكده انا استخدمت كوباية كاملة من الزيت على الخطوة بتاعتنا. وهبدأ ان انا اشوح في الدقيق مع المكونات دي كويس جدا 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 لحد ما اشم ريحة الدقيق. شوفوا انا كده بس بوريكم ان انا ابتدت ريحة الدقيق المتحمص او المستوي يعني تطلع. وهبدأ على طول انزل بكوباية الحلبة المطحونة، وبعدين هنزل بالتحويجة 3 معالق كبار مليانين من التحويجة. خطيرة خطيرة اللهم بارك، ما ينفعش تعملي مفتقة ما تحطيش فيها التحويجة دي. تمام كده. كل ده انا بشوح تشويح مستمر، انا ما بوقفش ايدي خالص. النار عندي متوسطة، ما فيش او فوق المتوسطة بشوية، ما فيش اي مشكلة طالما ايدك في الحاجة. اوعي تسيبيها شوية عشان ما تتحرقش. وبعد كده ننزل بالكوباية من المغات. المغاية دي اللي ما يعرفش، هي بتبقى شوية تفاصيل كده من الحلبة برضو، بتبقى بتتباع عند العطار جاهزة، تروحي تقولي له عايزة مثلا 10 ب20 جنيه مثلا مغاية، ب10 جنيه مغاية، زي ما انت عايزة يعني على حسب الكمية. انا هنا العسل الاسود بتاعي انا قلت معايا 3 كيلو من العسل. هبدأ انزل بيه تدريجي كده، وابدأ ان انا اقلب فيه تقليب مستمر مع الخليط. وراعوا راعوا راعوا ان التقليب يكون في اتجاه واحد ومستمر، ما ينفعش ان انا اروح واجي يمين وشمال في الحلة، احنا كده بنفقد الربط اللي احنا بنعمله في المفتقة. خلاص يعني التقليب عندنا اهم خطوة هيبقى في اتجاه واحد، هيبقى في اتجاه واحد، ده اساسي جدا جدا وخطوة مهمة قوي لنجاح المفتقة او الحلبة المعقودة معاكم في الوصفة يا جماعة. تمام. انا هنا معلش يعني هطول شوية في الحتة دي، لان التقليب مهم جدا 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 في الخطوات دي. احنا هنا كده خلاص ضفنا كل المكونات بتاعتنا، ضفنا الحلبة المطحونة، ضفنا المغاد، ضفنا التحويجة الخطيرة، ضفنا
العسل، وضفنا طبعًا اللي هو السوداني أو السمسم، وضفنا كمان العسل والدقيق، تمام. أول بقى ما بنضيف خلاص كده، بابدأ إن أنا أفضل أقلّب، أقلّب، أقلّب. هتقلّبي قد إيه؟ هتقلّبي حوالي 10 دقايق مستمرة على نار فوق المتوسطة بصفة مستمرة، إيدِك ما تتشالش منها خالص، إيدِك ما تتشالش حرفيًا وفي اتجاه واحد. ده اللي بيخلّي العسل يسخن معانا ويعمل حالة الربط اللي هو بيعملها، وياخد القوام الخطير بتاع المفتقة في الآخر. خلاص كده. أنتِ طبعًا ممكن تستبدلي بقى السوداني أو تضيفي، يعني تحطّي سوداني محمّص، وتحطّي كمان السمسم، دول أساسيين. ممكن تزوّدي بقى المكسرات التانية، مثلًا حطّي لوز، حطّي بندق، بيبقى حلو أوي، 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 أوي برضه يعني. هنا مع كتر التقليب هتحسوا إن بدأ يحصل غليان من على الجناب كده في المفتقة، شايفين اللون البني الفاتح ده؟ ده كده بدأ معايا الغليان، يعني إحنا كده بدأنا نوصل لنهاية التقليب معانا. بس برضه مش هنبطّل أبدًا تقليب، لازم تكمّلي ال10 دقايق مستمرة فيهم خالص حتى مع حدوث الغليان يعني. وهتحسّي دلوقتي إن شوية ممكن المكونات اللي أنتِ كنتِ حاطّاها اللي هو السمسم والفول السوداني ينزلوا تحت شوية كده، ما فيش أي مشكلة، كل ده طبيعي خالص، الغليان أساسي إن هو يكون شغّال معانا. أنا هنا خلاص قبل ما أقفل دقيقتين بالضبط، هابدأ إن أنا أعصر عليها نُص ليمونة، أو إن أنا أحط نُص معلقة من ملح الليمون، ده أو ده، بيدّي بقى ضبطة حلوة جدًا، 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 جدًا للعسل. خلاص هنا أنا حطيت بالضبط كده نُص ليمونة، وكمان معلقتين مليانين من السمنة على ال3 كيلو من العسل الأسود. خلاص هي كده دي كل المكونات معانا. نقول تاني، شايفين القوام عامل ازاي؟ كل ده وهي لسه سخنة، طبعا ده بتغلي على النار، فقوامها مش اخف حاجة ومش تقيل. إحنا هنا خلاص عدّى معانا الوقت 10 دقايق، هنبدأ إن إحنا نطفي عليها وهنسيبها لحد ما تهدى خالص. أنا هنا سِبتها حوالي تِلت ساعة لنُص ساعة علشان أقدر بس إن أنا أعبّيها. طبعًا ما ينفعش تخلّيها تبرد خالص، تبقى باردة تمامًا، لإن مش هتعرفي إن أنتِ تطلّعيها أو تصُبّيها في قوالب أو تعينيها في أطباق منفصلة أو حاجة. لو مسكت نَفْسها مش هتعرفي أبدًا، أبدًا تطلّعيها، تمام. فلازم وهي دافية مايلة للسُخن تبدئي إن أنتِ تطلّعيها. أنا هنا كنت عايزة أوزن الكميات بتاعتي، وكنت عايزة أعمل منها مثلًا مقدار كيلو في العلبة أو نُص كيلو في العلبة، يعني أول واحدة دي استعملت فيها كيلو، وبعد كده العلب الباقية أنا استخدمت فيها نُص كيلو. طبعًا أنا هنا باذكّركم كل شوية بالsubscribe أو الاشتراك، ما تنسونيش في الاشتراك أبدًا، 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 وما تبخلوش عليَّ بلايك حلو وكومنت جميل زيكم، تقولوا لي إيه رأيكم في الطريقة بالضبط. تمام. أنا هنا باورّيكم إن العلب دي علب بتتباع عند بتوع الورقيات عادي جدًا، تقدروا إن أنتم تجيبوها، هي بغطا، تقدروا إن أنتِ بعد ما تخلص تعينيها في التلاجة أو تخلّيها على رف الرخامة عندِك عادي خالص. تتاكل بقى في ساندويتش، تتاكل بمعلقة كده، تدّي منها لولادِك الصبح أو تحطّها لهم في ساندويتش، بجد خطيرة، مغذية جدًا، جدًا. العسل الأسود ليه خصائص حلوة أوي في إن هو بيضيّع الأنيميا أو بيساعد في زيادة نسبة الحديد في الدم. فبجد، بجد هي مغذية أوي. عندِك ابنِك نحيف ضعيف، تقدري إن أنتِ تدّي له منها في ساندوتشات أو حتى ياكلها بالمعلقة كده، بجد روعة جدًا وبتتخّن فعلًا. أتمنى تكون إن شاء الله الوصفة عجبتكم، وما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناة أو الsubscribe واللايكات الجميلة والكومنتات، وجربوها بطريقتي وبنفس التكات والحركات، بجد هتعجبكم أوي. نقول تاني سريعًا، ال3 كيلو من العسل الأسود خدنا عليهم كوباية من الحلبة المطحونة، كوباية من المُغات، كوباية 3 معالق كبار مليانين من التحويجة اللي هي كراوية على شمر على ينسون، وكوبايتين من السمسم، كوبايتين من السوداني، وكوباية ونُص من الدقيق الأبيض، وكوباية من الزيت، وفي الآخر نُص ليمونة، وعليهم معلقتين كبار مليانين من السمنة. وأنتِ خلاص بعد يعني دقيقتين وهتطفي. ده كده القوام بعد ما خلاص يا دوب صبيت كل الكمية اللي عندي، ال3 كيلو طلعوا لي 4 كيلو إلا ربع. وده كده قوامها بعد ما خلاص قعدت حوالي 5 ساعات أو ليلة كاملة. ده بيبقى القوام بتاعها، ما بيبقاش بقى مايع ولا سايب، بيبقى ماسك نفسه كده، تقدري تاخديه في لقمة، بيبقى حلو جدًا، تقدري تاكليه في ساندويتش ما يقعش منِّك.
بجد، بجد خطيرة اللهم بارك، قوامها مثالي، مثالي، مثالي. المفتقة الخفيفة دي ما بتبقاش مفتقة بجد، بتبقى عسل أسود، لكن دي خطيرة اللهم بارك بكل المقاييس، مش ناشفة مجرمزة ولا حجر، لأ دي طرية ولينة جدًا وطعمة جدًا وسكرها مضبوط بالشعرة. أتمنى إن شاء الله تجربوها، وأتمنى إن شاء الله تعجبكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.